قلت لك الله يبارك مع سيدنا والله ينصرو والله الا برافو. ما خلى بنادم فين يدخل في هذا الشيء هذا، حيت كان ديك الناس ديك الورق ديك السوداء وهذه راه غلاو ديك الشيء بزاف على المسكين كاع ما يطلع ما يهبط. ولكن اللي حاليا دابا الله ينصر سيدنا عمل لهم ديك الشيء هذاك. الانسان عايجي دابا هاي العائله ديالنا عايمشيو، ها هما ماشيين بلجيكا، ها هما كاملين بيهم عايمشيو والثمن مناسب وفوق مناسب. وحنا نشوفوا هيدا عيد الاضحى ان شاء الله تنحاولوا خصهم يرخصوا هنا عاود، نطلبوا سيدنا عاود يدور فيهم هو. وتبارك الله عليكم الله يعاون. اثمنه مزيان زعما خصنا الناس باش يسهلوا معاهم، يطلقوا لهم الطرقان باش يدخلوا لبلادهم، باش واحد عنده باه مريض واحد عنده ماما مريض. المغاربه الحرار تيفيقوا مع 4 الصباح تيقولوا توكلنا على الله، تيقولوا عاشت المملكه المغربيه الشريفه وعاش الملك وعاش الشعب المغربي العظيم. وبهذه المناسبه مناسبه الذكرى المسيره الخضراء تنقول للشعب المغربي وجلالة الملك تحية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستبقى دائما بدمائنا وأرواحنا الصحراء مغربية. تحياتي لكم ديالك ومن أجل ضمان الحرية للشعب ديالك، فكيف لا ألا نفديك نحن كمغاربة أحرار، كيف لا نفديك بأرواحنا وبدمائنا وبأي عضو من جسدنا. أيها الملك، أيها رمز البلد، أيها الحبيب المغاربة، نحن فداك ونحن معك. وكيف ما ربيتي فينا حب الوطن وربيتي فينا التآخي في المأساة وفي المحن، وجعلتينا بأننا كنحبوا الوطن ديالنا وكنحبوا الإخوة ديالنا المغاربة اللي كيحبوك تا هما كيبادلوك نفس الشعور. ما نساوش نهار طلعتي وعطيتي الدم ديالك للمغاربه، فكيف لا نفديك بارواحنا. مولاي تنقول لك من هذا المنبر ربي معاك وربي غادي يشافيك وغادي يقويك. وتنقول لك كيف ما كتقول لنا شعبي العزيز، فنحن نقول لك السمع والطاعه حبيبنا الغالي. تحياتي.
القيام بالشعب المغربي بالتقدم من جميع النواحي، وخاصة في بناء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. وعاش الملك ويحيى الشعب المغربي. في الحقيقة هذه لحظة تاريخية، يعني كنبينوا من خلالها نحن كمغاربة كجالية مغربية المقيمة هنا في واشنطن دي سي وكذلك في كل أمريكا، كنبغيو نبينوا العالم كله بأننا وراء جلالة الملك، وبأن الصحراء ستبقى مغربية، ونحن نعيش في صحرائنا وسنبقى في صحرائنا. وعاش الملك وعاش المغرب. مرحبا لسيدنا، نهار كبير هذا، حنا بصح حنا كنتسناو واخا البرد، ولكن فرحانين وزعما الحمد لله جاو سلم علينا، كانت فرحه كبيره والحمد لله. الله ينصر سيدنا. مغاربة امريكا راهم جنود مجنده وراء صاحب الجلاله، ورحنا دائما كنساندوا الصحراء وكنساندوا جميع القضايا الوطنيه. محمد السادس أن يكون واحد. حنا فرحتنا كبيره ما كنقدروش كيفاش نعبروا عليها. كنشكروه بزاف وكنقولوا ليه الله يعاونك الله يعاونك. عاش الملك عاش الملك. كنفرحوا به بزاف وهذا نهار كبير عندنا وعندنا جميع البلاد. الحمد لله ملي شفناه بخير بالصحه والسلامه. الحمد لله في علاقات جيده، ولكن هذه الزياره محموده ان شاء الله وغتدفع بها الى الامام، والمغرب كل الاصلاحات اللي عمل غادي يزيد الى الامام ان شاء الله. حصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية التي أجريت له في كتفه الأيسر، والتي كان قد أجراها نهاية العام الماضي إثر سقوطه وإصابته أثناء ممارسته الرياضة. يضيف البيان هذا ما يقوله: يرافق عملية التأهيل بعض الإكراهات والصعوبات المرتبطة ببعض الحركات والوضعيات، كتلك التي تتعلق بصعوبة الجلوس لمدة طويلة أو خلال القيام بعملية الوقوف. لذلك ستتم إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان المبارك وفقا لهذه المتطلبات. يتمتع صاحب الجلالة والحمد لله بصحة جيدة بحسب بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات. بالتزامن مع بيان الديوان الملكي، راسلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب العلماء المؤطرين للدروس الحسنية بأنه قد تقرر عدم تنظيمها هذا العام خلال شهر رمضان، شاكرة حسن التفهم وفقا للرسالة التي اطلعت عليها صحيفة هسبرس. الدروس الحسنية مشاهدينا هي دروس دينية تقام في المغرب بمناسبة شهر رمضان، حيث يستضاف فيها علماء متخصصون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. تتم تلك الدروس برعاية العاهل المغربي محمد السادس، وتعقد في القصر الملكي بالرباط. كانت مواقع إلكترونية وصفحات وحسابات على السوشيال ميديا قد تداولت قبل أسابيع شائعة تتحدث عن وفاة الملك محمد السادس لا سامح الله، ناقلة صورة مفبركة من خبر مزيف نسب لجريدة هسبرس الإلكترونية المحلية. نفت الصحيفة الإشاعة قائلة إن من قام بنشرها هي جهات وصفتها بالمعادية للمغرب. قبل أشهر وأثناء استقبال العاهل المغربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد أثير نقاش على مواقع التواصل بشأن صحة الملك بعدما ظهر وهو يمشي على عكاز طبي وبخطوات وئيدة أو بطيئة وظهوره بملامح شاحبة. وحينها قال موقع هسبرس إن الملك يعاني من أعراض انكماش